السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5 اللي هنتكلم النهاردة عن مباراة الزمالك وعن مدرب النادي الأهلي الجديد. بس قبل أي حاجة عايزين نصلي ونسلم ونزيد وبارك على أشرف خلق الله سيدنا نبينا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلامات. متنساش اللايك المتين وكومنتاتكم وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. مباراة بعنوان الاستهتار، الغرور، المنظرة الكدابة في الكورة، كل حاجة في الكورة منظرة وغرور وعنجهية كروية. كانت مباراة النهاردة ما بين الهلال والزمالك. الهلال ماسك كورة من دقيقة 1 للدقيقة 17 لحد لما جاب جون، عامل في الزمالك كل حاجة، حرفيا عامل الزمالك كل حاجة. الزمالك راجع ورا، عامل طول المباراة عامل زي الملاكم اللي مستني يخطف، بيدافع بس ما بيعملش اكتر من كده. جاب جون في الدقيقة 17 الهلال، مش يقرص، لا، لعيب يستنى اللعيب يخش عليه عشان يلبسه كوبري، يقف على الكورة يستنى انه يخش عشان يلمه، يحط كعب بمنظرة، ميس باص كتير قوي، دلع، مش عايزين يحطوا تاكلينج ولا يعملوا اي حاجة ولا عايزين يعملوا سبرنت ولا اي حاجة. استهتار كروي حرفيا، استهتار كروي حرفيا. اي حد يقول لك ان الهلال جاب جون خلاص في الدقيقه 17 وماسك الكوره بالشكل ده هيكسب فاير سكور. الاستهتار اللي شفته لحد لما لبس جون في الدقيقه 32. الزمالك ضغط، الزمالك ابتدى يخرج من منطقه دفاعاته وكان هيلبس اجوان، بس لولا عواد النتيجه تخلص بالشكل ده. وكمان هي الكور مش في زوايا، بس عواد شال كفايه الانفراد اللي شاله وكفايه الشوطين اللي شالهم، كان ممكن تخدع اجوان كتير، بس برافو عواد. لبس جون الهلال في دقيقه 32، رجع يلعب. بعد لما يرجع يلعب وبرده مش يلعب اللعب اللي اسمه ضغط او جامد، لا، هو فنيا عالي وعارف ان هو بيلعب على اساس ان هو هيجيب جون في اي وقت. منظر كدابه. الشوط الثاني كله مفيش حاجه اسمها زمالك واقف في منطقه الدفاع ومستني ان هو يخطف، لا اكتر ولا اقل، مفيش. هي كوره زيزو بس الشوط الثاني اللي هي الشوطه طلعت اوت، لا اكتر ولا اقل، هو مستني الكوره دي. ده اللي بيلعب عليه فيريرا، اللي طالعين بيه السما، دافع اخطف جون خلاص شكرا. بس والله فيريرا ما عنده كده. فيريرا تاني لو بيلاعب فريق قوي ودكر زي ما بيقولوا، مش ان هو يجيب جون ويستهتر بقى بقيه المباراه زي ما حصل مع النجم. خد اول 10 دقايق جون، ضغط تاني، جاب التاني، الزمالك فتح لبس 5-1، المباراه خلصت 5-1. ليه؟ في اللي قصادك بيلعب مش جون صحيح، لا، جون وتاني وتالت ورابع وخامس. الهلال لو كان بيلعب النهارده كده وبيلعب على اساس ان دي فعلا مباراه رسميه وبتاع، كان الزمالك. بس هو خايف على الدوري بالنسبه له عشان الدوري افضل كتير، وخايف من الاصابات عشان الدوري وكاس عالم اللي كمان 72 يوم. كابتن احمد الطيب اللي اتكلم وبيقول ان الزمالك لعب كوره حلوه. كوره حلوه ايه اللي انت بتتكلم عليها يا كابتن احمد الطيب؟ كوره حلوه ايه؟ الزمالك مسدوق في منطقه جزائه طول المباراه في 80 بالظبط عشان الهلال جاب جون في الدقيقه 17. ابتدى الزمالك يمسك كوره ويضغط من الدقيقه 20 للدقيقه 32، بس 12 دقيقه من 78 دقيقه، ولو حطينا 5 دقايق يبقى 78 دقيقة لنادي الهلال زائد 5 دقايق، احنا بنتكلم في 83 دقيقة بالوقت الإضافي، الوقت بدل ضايع يعني، قصاد 12 دقيقة. يا نهار اسود. تعال اقول لك الارقام اللي هي اساس كل حاجة. استحواذ الهلال قصاد الزمالك 66 ل 34 يعني اللي بتقول لي ان الاهلي كسب بفرق عالي، كسب باستحقاق بس بسبب الطرد. انا جبت جون في اول 10 دقايق في مباراه في كاس عالم، مباراه رسميه مش وديه، عشان الناس اللي تخرج تقول لك لا ده اساسي. هنتكلم في النقطه دي بعد لما نخلص بس المباراه. الاهلي كان استحواذه 72 ل 28، ده الفرق ما بين الاهلي والزمالك. 10 هجمات للنادي الاهلي ما بين القائمين والعارضه،
وكان ولا كوره لنادي الهلال او كوره واحده لنادي الهلال بس، 10 للنادي الاهلي، وكان كورنر 5 للاهلي و4 للهلال. هتقول لي مطرود منه 2. عايز اقول لك ان انا جبت الجون الاول وهم كلهم موجودين في الملعب، وكان بيلعب باتريس بريرا وبيلعب محمد كنو اللي ما لعبوش النهارده، اللي ما نزلهمش اساسا مدرب. قال لك ليه؟ اللي انا على ما اعتقد محمد كنو موقوف، فقال لك مش هعتمد عليه، بس باتريس بريرا هيعتمد عليه عشان الدوري، ما يخسروش عشان الدوري. ده اللي انا عرفته. انا كنت مستغرب ان هو عمل تغييرين بس، لا عشان الدوري. هو بيجرب لعيبه، في لعيبه ما بتلعبش معاه في الدوري جربهم النهارده، وهم تقال بالمناسبه عشان نبقى عارفين. هو القوام الاساسي بتاع الهلال موجود، بس في لعيبه زي باتريس بريرا مش موجود. محمد كنو اللي كان المفروض ان هو ينزل موقوف، بس كان ممكن ينزل. تمام. طيب نكمل بقى الاستحواذ، وردا على الكابتن احمد الطيب اللي بيقول لك ان الاهلي كسب بس بسبب طيب الزمالك بيلعب كوره حلوه. كوره حلوتين. الزمالك كوره واحده، كورتين بس على المرمى قصاد 6 على الزمالك، واحده انقذها بتاع الهلال و5 انقذها عواد. يعني لولا ان عواد مركز، ان عواد موجود، كان خسر كتير زمالك. 5 من 6 انقذوا عواد عشان 6 كانت جول. كورنر 6 كورنر اللي مفيش للزمالك، 6 كورنر اللي مفيش نادي الزمالك. انت فاهم يعني ايه؟ فاهم يعني ايه الاستحواذ يبقى الهلال 66 والزمالك 34؟ ولما الهلال لعب الاهلي كان مستسلم تماما، 72 اهلي و28 هلال. صح النوم. فرق كبير جدا ما بين الاهلي والزمالك، عشان نكتم ونسكت، عشان نشد بلاستر. ادي فيريرا الناس طالعه بيه السما يا جماعه. اقول تاني، فيريرا بيلعب على الدفاع فقط. هجمه مرتده دفاع خلاص قفل، هو مميز دفاعيا بس لو دخل في جون هيبدا يفتح، هيلبس كتير. لو بيلعب قصاده فريق ما بيسكتش على هدف ولا 2، عشان نبقى واضحين، عشان نقفل النقطه دي. نيجي بقى لنقطه ايه اللي الزمالك يعني الحمد لله. انا كان نفسي الهلال يخسر، مش عشان بس بشجع الزمالك، لا انا ما بشجعش الا الاهلي، لا هلال ولا زمالك ولا اي حد، ما بشجعش الا الاهلي. بس انا كان نفسي الزمالك يخسر لحاجه واحده بس، المنظره اللي كان بيلعب بيها الهلال، عشان الغرور اللي هم كانوا فيه كان يستاهلوا ان هم يخسروا. بس في نفس الوقت مش عايز الزمالك يكسب. الهيصه اللي عملوها قبل المباراه كان بعد المباراه احنا ملوك العالم، احنا ثالث العالم، احنا كسبنا رابع العالم، والزيطه والزنبليطه وبطوله تضاف لبطولاتنا وهي اساسا بطوله وديه. يا جدعان واحده بس، دي مباراه لافتتاح ملعب، لا كاس عالم ولا افريقيا ولا اسيا ولا افريقيا اسيوي زي ما بيتقولوا، ولا ما بين ابطال القرن، ولا ابطال ما بين الزعيمين، عشان نبقى واضحين. الناس اللي خرجت قالت لك الزمالك واو يا ما هنا ويا ما هناك، واحنا والاهلاويه زعلانين عشان ما بيلعبوش الهلال، واحنا خايفين من الهلال. تعال انت كسبت الهلال في المباراه اللي انت خرجت تقول لي ان الاهلي خاف. الاهلي بعديها في مباراه رسميه مش سوبر مصري سعودي لاعب الهلال في كاس عالم للانديه اللي انت ما تعرفش عنها حاجه ولا شمتها اساسا، في مباراه اساسيه، وكانت لعيبه الاهلي ناقصه، معاش اللعيبه الاساسيه بتاعته، كان لعيبه جايه من المنتخب، وكسبت 4-0. اهنته كرويا حرفيا. يا اللي بتقول لي خايف منه، مباراه رسميه مش مباراه وديه عشان افتتح بيها كاس ملعب هيتلعب عليه كاس عالم. هي من اسمها مباراه لافتتاح ملعب، مباراة كاس لوسيل ده ايه؟ ده ملعب. ليه تسمى كده؟ عشان هيتفتح بملعب بكل بساطة. ومفيش مباراة ودية بشارك فيها لاعبين لسه ما قيدوش في القائمة بتاعتي، نضاي وزكريا الوردي، وانت تخيل انت لعبتهم. ومفيش مباراة ودية الهلال يرفع عن محمد كنو الايقاف ويقدر يلعبه وهو موقوف اساسا. يبقى عندنا عقل وبلاش زيطه وزنبليطه في حاجه مش موجوده اساسا. يعني بجد والله العظيم الزملكاويه بيموتوني من الضحك والله العظيم. اللي يقول لك دي افريقيا اسيوي ودي بطوله من البطولات اللي الزمالك عشان عالمي بيشارك فيها، وان دي بطوله لو كسبناها كانت هتضاف لعدد بطولات.
والله العظيم ثلاثة الواحد يسمع العالم دي يقعد يضحك، والله العظيم ثلاثة. أنا عايز أعرف بجد لو الزملكاوية راحوا كأس عالم هيعملوا إيه؟ هيبقى مفيش زينا؟ في سبيل ان الاهلي راح كذا مره واخر موسمين في كاس عالم، واخد التالت مرتين على التوالي. معلش الحرمان وحش. لا بجد والله العظيم الزمالك بلح بيعملوا من الحبه قبه. قالوا لك فيريرا عشان خد كاس مصر وعشان خد الدوري المفروض كل المدربين يتعلموا منه. اما موسيماني نعمل له ايه؟ بجد والله موسيماني المفروض نعمل له ايه؟ مع العلم ان احنا عارفين الزمالك خد الدوري ازاي. صح النوم صباحكم فل. الحمد لله انهم ما كسبوش عشان ما ننامش ونعيش على الزيطه. بجد والله يعني بعمر ده مش هيحصل الكلام ده. لو الزمالك راح كاس عالم انا عايز اعرف يعملوا ايه. ولو كانوا كسبوا الاهلي بدل قفشه ما رحمنا من زيطه يا لهوي، كان عملوا ايه؟ كان خدوا افريقيا سيتدوا بعض وهم مش عارفين ياخدوا السته. كان عملوا ايه؟ الحيوان فعلا وحش. لا والاعلام طبلاتي للزمالك اخر حاجه عشان مباراه زي كده الاقي 12 محلل موجودين في الاستوديو ليه؟ والله العظيم ليه؟ يعني بجد نكته، والله العظيم ثلاثة نكته. ادي المباراه خلصت يعني وكمان اشاده من السعوديين نفسهم محللين كبار في السعوديه. قال لك زمالك ايه؟ احنا كان نفسنا الاهلي عشان الاهلي زعيم افريقيا. الاهلي افضل من الزمالك بكتير. الزمالك نادي كبير محدش يقدر ينكر في الكلام ده انا معاك وعنده بطولات، بس تعالى شوف الاهلي فين والزمالك فين. الاهلي هنا وكل فرق الدوري من بدايه هنا، اولهم الزمالك بقى اللي هو الثاني يعني، عشان محدش يزيط وزنبر كتير ان الزمالك قريب الاهلي. قال لك تعالى شوف البطولات توقيس ما بين الاهلي والزمالك عامله ازاي جاي تقول لي على فريق الزعيم الاساسي ولا زعيم رقم واحد وهو ما خدش كاس افريقيا من حرب اكتوبر. بيتريقوا حقهم لان انتوا عاملين زيطه على ما فيش. صحفيين واعلاميين سعوديين لا حقهم. كفايه ان قطر نفسها كانت عايزه الاهلي عشان عارفه شعبيه الاهلي هتعمل ايه. يكفي ان شعبيه الاهلي نجحت كاس عالم هناك، كاس عالم الانديه، عشان ما نعيش ونزيط وعلى كلام مش موجود. النقطة التانية بقى واللي هنتكلم خلاص اتكلمنا عن مباراة الاهلي عن مباراة الزمالك والهلال والفرق ما بين الاهلي والزمالك. نيجي بقى على نقطة مدرب الاهلي مش الواو مش الوحش، لا عمل انجازات. تعال اقول لك. هو اولا عنده 62 سنة، بدأ مسيرته سنة 1999 ودرب فريق كان بقاله 100 سنة ما خدش بطولة، بعديها بعام خد الدوري وده كان انجاز يعني. فريق تخيل كده فريق زي الاسماعيلي مثلا بقاله مدة ما خدش بطولة وجه المدرب ده مسكه خد معاه الدوري، هيبقى انجاز ولا مش انجاز؟ طبعا هيبقى انجاز. حاجة التانية خد الدوري مع فريق تاني وبرده بعد سنة على طول خد الدوري. بعد كده درب بازق منتخب النمسا 6 سنين وعمل معاه انجاز رهيب. يعني تخيل برده لو هنتكلم في افريقيا كده فريق متصنف 70 على العالم وهو النمسا يخليه العاشر وده انجاز. هتقول لي يا مستر احمد طب ده مع منتخب، لا ما هو خد دوري مع فريقين ولسه جاي لك بعد لما خلص راح البازل السويسري لعب معاه كذا مباراه وكان كسبان معاه 61 مباراه وخسر 21 وتعادل 19 وخد الكاس معاه. ما خدش الدوري بس خد الكاس معاه. اكتر انجازاته ان هو خد الدوري وخد الكاس مع الدوري اللي هو مع فريق اللي هو بقاله 100 سنه ما خدش الدوري، ومع منتخب النمسا اللي عمل معاه شغل روعه خلاه ياخد العاشر على العالم ويشارك في اليورو وهي مش مستضيفاها. يعني ما كانتش مستضيفاها فهتخش، لا دي ما كانتش مستضيفاها وقدر ان يخلي النمسا تدخل اليورو. عمل
ثوره زي ما بيقولوا في منتخب النمسا. هيفيد الاهلي، اتمنى من الله ان شاء الله ان هو يفيد الاهلي، ربنا ييسر. هجمع لكم الصفقات بتاعت الاهلي كلها ان شاء الله، هيبقى في حلقه ليها باذن الله، وكل واحد بيلعب فين ونظامه ايه والتكتيك وايه المميز بالنسبه له واهم اهدافه والاهداف السجلها المواسم، بس لما نخلص صفقات ان شاء الله. اتمنى التوفيق النادي الاهلي، يكون حليف النادي الاهلي مدرب كويس، عايزين نقف في ظهره بس نديله القوه ونديه ان هو زي ما بيقول الدفعه باذن الله، والمكنه تبدا تشتغل باذن الله. واخر حاجه عايز اختم بيها، اتمنى يا كابتن محمود الخطيب ما نفرطش في محمود عبد المنعم كهربا من افضل الوينجات، اعيد وازيد، الواد ده ممتاز وضحى كتير للاهلي، اتمنى ما نسيبوش. كده وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامجكم جيف مي 5 هارد لك نادي الزمالك، ويا ريت بلاش هيصه كتير، واستنوني في حلقه جديده ان شاء الله واخبار جديده عن النادي الاهلي والكره المصريه. سلام عليكم.